السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترددت كثيرا عن التعليق على مقابلة المغرب وكندا. قلت: أنت شاعر وروائي وموسيقي ومهتم بالموسيقى والأدب والفنون، لكن كطفل كمراهق كان يلعب كرة القدم بشكل جيد. سألتني ابنتي، قالت لي: سنفوز على كندا. قلت لها: لا، قد نفوز لكن بصعوبة. قالت لي: كيف يا أبي؟ قلت لها: حدسي يخبرني أن مدرب كندا قرأ كل مقابلات المنتخب المغربي، وسيفرغ كل لاعب داخل المنتخب المغربي من مضمونه كوجود داخل الملعب. هل رأيتم أشرف حكيمي في الشوط الأول؟ العيناوي، أناحي، دياز كانوا غائبين كل الغياب. لماذا؟ لأنهم أفرغوا بتكتيكات المدرب الكندي، لكن نسي قوة بونو. لولا بونو لكنا من الخاسرين في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كان ذكاء المدرب المغربي محمد وهبي، غير من التكتيكات واستراتيجياته، فكل لاعب أضحى له وجود داخل الملعب. وأعاد حكيمي إلى اللعب، وكانت تمريرته الأولى بذكاء جيد إلى أناحي فسجل الهدف، فحررنا من المقابلة، فكنا حاضرين وأربكنا كل ألاعيب المدرب الكندي. هنا قوتنا كمنتخب مغربي. في الشوط الأول لم نكن، كنا غائبين كل الغياب. بسبب من؟ بسبب المدرب الكندي الذي درس كل تفاصيل المقابلات السابقة وجعل كل لاعب فارغا من مضمونه. لكن في الشوط الثاني عدنا وعاد المنتخب بكل قوة، وأقول: هنيئا لنا هذا التتويج الجديد.